وضع المغرب في رتب متاخره. شنو التعليق ديالكم على هذه المساله ديال حريه الاعلام وكذلك التعليق ديالكم على التقرير ديال المنظمه؟ بالنسبه للترتيب المغرب في مجال حريه الصحافه الذي جاءت به منظمه فريدم هاوس يؤكد من جديد يعني ما نقوله كحقوقيين وكحركه حقوقيه بان حريه الصحافه في المغرب يعني تعيش تدهور، وهناك قمع صحفيين، هناك تراجع فيما يخص يعني هذه الحريه. وعشنا هذه السنه نماذج بارزه من ابرزها اعتقال والمتابعه الحاليه للصحفي علي أنزة، والذي كانت يعني حمله تضامنيه واسعه دوليه ووطنيه معه، وايضا اعتقال الصحفي الحكماوي، وايضا الاعتداء على الصحفي في الشارع، وكذلك الحصار الغير المرئي للصحافه المستقله والصحفيين المستقلين الذين يحققون باشكال لا تظهر، ليست بنفس الاساليب التي كانت تقمع بها الصحافه وتقمع بها الاراء المخالفه والمعارضه من قبل، لكن بالنسبه للمنظمات الدوليه وبالنسبه للمنظمات الحقوقيه التي تقيس مدى تراجع الحريات، فهذا النوع من القمع ايضا يبين اننا لسنا في دوله تحترم الصحافه المستقله وتحترم يعني الصحافه المهنيه، وليس هناك بتاتا احترام الحق في الوصول الى المعلومه وكذلك وصول الخبر، ويعني تقف ضد الصحافه التي تلعب دورها في التحقيق وفي ايصال المعلومه وفي التنوير وفي تحليل الخبر الى غير ذلك. سؤال ثاني واخير حول الافق ديال الحوار ما بين مختلف المكونات ديال المجتمع المغربي السياسي، خصوصا على ضوء وخلفيه الاحداث اللي وقعت في فاس. كيف تنظرون كأنت كحقوقيه عالميه الان الى المستقبل ديال المغرب في هذا المجال ديال التلاقح واللقاء والحوار؟ اولا احداث فاس يعني ما وقع في فاس ليس جديدا، يعني العنف الطلابي هو قديم، وضحايا هذا القمع وهذا العنف هم كثيرون من صفوف اليسار قبل ان يكونوا من صفوف الاسلاميين، والعنف كله مدان كيفما كان يعني مصدره وكيفما كانت ضحاياه في العنف داخل الحركه الطلابيه وداخل القطاع الطلابي والمرفوض والمدان، ولا يمكن بتاتا ان يعتبر وسيله لتدبير الصراع السياسي والاختلاف الايديولوجي وغيره من الاختلافات. لهذا فمسؤولية كل الأطراف يعني واضحة في العمل من أجل إنهاء أوضاع العنف والممارسة العنيفة داخل الجامعة وفي المجتمع ككل، وأظن أن هناك توجه واضح في مختلف الحركات إلى الوحدة وإلى التشبيك وإلى التنسيق وإلى تضافر الجهود. لاحظناه في الحركة الطلابية مثلا في حركة 23 مارس والحركة الوحدوية التي برزت، وايضا فيما يخص الحركه النقاديه التي بدات هناك بوادر وحده على الاقل وحده نضاليه التي تجاوزت بعض الامور التي تاريخيا لم يكن يمكن تطورها، وايضا على مستوى الحركه يعني حركه المعطلين التي اشتغلت على وحده صفوف المعطلين وغيرها يعني من الحركات التي برزت، وايضا الحركه الحقوقيه التي شكلت تاثيرا في المغرب الهيئه حقوق الانسان الذي يضم تقريبا كل المنظمات او اغلب المنظمات الحقوقيه البارزه والموجهه في الساحه. اذا هناك وعي بالوحده ووعي بالعمل المشترك ووعي بتجاوز الخلافات، وهناك طبعا من لم يصل بعد الى هذا المستوى من بعض التيارات التي لا زالت متشبثه بالعنف الى الصراع وبرفض الراي الاخر وباستعمال القوه، وهناك يعني طبعا المخزن الذي يستغل بعض هذه الممارسات لحصار الاطارات المناضله. وعلى سبيل المثال ما وقع في وجده ضد فصل طلبات اليسار التقدمي الذين لا زالوا الان مهددون في حياتهم، مهددون في سلامتهم الجسديه من طرف يعني مجموعات اجراميه، والمخزن يتفرج ويعني يستفيد من حصار المناضلين من هذه الطينه. واذا مسؤوليه كبيره ويجب ان يكون الجميع واعيا بها، لانه